عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم املو بالكاوكاو او فول السوداني. غادي استعملت هنا نصف كيلو، غادي ندخلو يتحمر للفرن ونرجع معاه. صافي دابا من بعد ما حمرت الكاوكاو ديالنا كيف ما كتشوفوا خليته حتى برد، غادي ندوز باش نطحنو. هنا غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نطحن الكميه كامله كيف ما كتشوفوا. نستمر حتى نكمل الكميه كامله ونرجع معكم. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله كيف ما كتشوفوا طحنته ولا على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ واحد الخلاط كهربائي، غادي نوضع فيه هاد الكاوكاو اللي طحنا. غادي نضيف زيت ارغان، غادي نضيف غير واحد الكميه حتى مني نخلط المكونات. الا بان ليا مازال خاصو غادي نزيدو ثاني، نضيف غير نفس الكميه. وغادي نضيف هنا العسل، غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه ديال العسل. ومن بعد غادي نذوق، لا احتاج يعني نزيدو العسل راه غادي نزيدو، نضيف غير الملعقه بحال هكا صافي. وإلا كان خاص هكا غادي نكمل ليه العسل. غادي نخلط المكونات كاملين ونرجع معكم. فمن بعد ما طحنتو كيف ما كتشوفوا يعني غنزيدو شويه ديال الزيت، وغادي نزيدو كذلك نصف ملعقه ديال العسل. وغادي نزيد الزيت كذلك، غنزيد غير شويه ماشي بزاف، ما بغيتوش يجي عندي عاقد بزاف. انا نخلط المكونات ونرجع معكم. فحصلت على الشكل اللي بغيت، يعني يكون هكا، ما يكونش عاقد ما يكونش جاري بزاف. وهنا غادي نوضع الخليط ديالي في القنينه كيف ما كتشوفوا. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال املو اللي حضرت معكم اليوم. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واكيد لا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاهل ومع الاحباب. ونقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.